بالتاكيد يعني الشغل الشاغل للشارع المصري والشارع الرياضي هي مباراه الامس اللي جمعت ما بين منتخب مصر ومنتخب تونس. واحده من اسوأ المباريات الحقيقه اللي خاضها منتخب مصر تحت القياده الفنيه لهيكتور كوبر بلا اي تجميل للصوره. احنا ما رحناش حقيقه تونس، يعني كان في طياره خاصه هي طلعت بافراد المنتخب ورجعت بافراد المنتخب، لكنك لا تشعر ان منتخب مصر كان موجود خلال ال 90 دقيقه. بدا الامر كما لو اننا مش قادرين ندخل جوه اجواء اللقاء، بدا الامر كما لو انه منتخب تونس كان جاهز واحنا ما كناش مجهزين نفسنا. عناصر المنتخب الوطني ما تقدرش تقول ان فيهم واحد ادى دوره بشكل او باخر، خطوط متباعده، ما تحسش ان احنا كان عندنا الرغبه زي ما متعودين، تحس ان احنا نسينا شويه الحفظ اللي احنا كنا حافظينه في بطوله الامم الافريقيه، تحس ان في حاجه كانتش مظبوطه في الاداء، لا تسديدات على المرمى، لا كرات عرضيه. انت حتى كمان لما كنا بنتكلم، استشهد بكلام الكباتن الكبار كابتن زكريا ناصف وكابتن حسن شحاته لما طلعنا لحضراتكم امبارح واتكلمنا قبل المباراه، انت حتى كمان ما كنتش ردة الفعل، لانه احنا بنتكلم انه هيكتور كوبر كان على طول الوقت او على طول الخط بيستخدم المنتخبات الاخرى ان هي بس تغلط الغلطه، ومن هنا كنا دايما بنلدغ او من هنا بنلعب على الهجمه المرتده. انت حتى كمان استخدامك لردة الفعل كانت متاخره للغايه امام المنتخب التونسي. على صعيد حتى كمان الاستراتيجيه كنا محتاجين نغير مش طريقه اللعب او مش الاسماء اللي موجوده في الملعب، بس الطريقه. انه انت بتلعب منتخب تونس، العب كوره شويه. احنا ما لعبناش كوره، والله ما بتكلم على الاداء ولا المتعه، يعني عشان بس ما حدش، ولو انه كنا بنتكلم على الاداء والمتعه ماشي حاجه عيب، بس انا ما بتكلمش على الاداء والمتعه بقدر ما انا بتكلم على انه منتخب مصر حتى كمان ما نقلش قدام، ما رحناش ناحيه مرمى المنتخب التونسي. شوارع كانت مفتوحه ناحيه احمد فتحي، الحقيقه علي معلول ويوسف المساكني عملوا كل حاجه في الكوره في المباراه دي. ضغط كان واضح في الوقت اللي احنا فيه، حتى ما ضغطناش في الوقت اللي احنا فيه، حتى ما عملناش حاجه. مباراه يعني بلا اي تجميل، هي واحده من اسوأ المباريات اللي خاضها منتخب مصر في الفتره الاخيره. لا اذهب الى جلد الذات ولا الى الذبح حتى كمان، ده عمره ما كان هدف، ولكنه الحقيقه هي فرصه كويسه انه الغلطه جت دلوقتي، وانه الخطا جه دلوقتي، وانه احنا بامكاننا تعديل المسار وتعديل الامور وتعديل الخطه وتعديل الطريقه وتعديل امور كتيره، خاصه انت بتلعب قدام خصم زي المنتخب التونسي كامل تقديرنا واحترامنا، بس مش خصم عنيف، يعني مش بعيد، يعني تكسب وتلعب كوره، يعني تلعب كوره وتكسب، مش الخصم اللي احنا ما حسيناش كده. على الاقل هو نفس المنتخب ده اللي احنا لعبناه قبل كده مباراه وديه وكسبناه 1-0. طب ايه القصه يعني؟ امتى؟ هل احنا عندنا فرصه؟ ما هو الناس دلوقتي في حاله من حالات الغضب، وانا دايما اقول انه كلام الى حد كبير لما تكون المشاعر كمان مرتبطه بمنتخب مصر، فالناس لا احجر على ارائها، وارى انه الناس يقول لك 90 مليون محلل كروي، هي الكوره كده، هي الكوره بتاعت 90، ما بتكلمش في الطاقه الذريه، الناس كلها تتكلم في الكوره، ما يعني ما فيهاش اي مشكله، لا هو حكر على المديرين الفنيين ولا هو حكر على لعيبه الكوره ولا هو حكر على الاعلاميين بس هم اللي يتكلموا في الكوره ونسكت بقيه جماهير مصر. لا، جماهير مصر بتفهم كوره وتتكلم كوره وبتتنفس كوره، فمش هي دي القصه. انما الحقيقه انه الناس لما بتلاقي منتخب مصر عمل ماتش كويس واتغلب، فتلاقي الناس طالعه عندها الوعي ده، يقول لك احنا عملنا كل حاجه الحقيقه. بس الناس دلوقتي واصله الى حد الغضب، انا مش مع الغضب اللي يصل الى حد الخبر اللي انا هقوله لحضراتكم ده، الى حد انه الناس تبتدي تفكر في الاطاحه بهيكتور كوبر. انا بتكلم بامانه شديده، توقيت هيبقى صعب جدا جدا. انما من المقدمه اللي انا بقولها لحضراتكم ديت ومن الاداء السيء ده ما ياخدناش الى درجه الاطاحه بالراجل. على فكره الكلام اللي انا بقوله لحضراتكم ده حاصل في عضوين في مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم بيضغطوا وبشده وبداوا بالفعل للاطاحه بهيكتور كوبر. خبر قد يقابله البعض بحاله من حالات الارتياحيه الشديده، انا عارف ده، وخبر قد يقابله البعض بنوع من انواع الاستغراب والغضب. طب ازاي والراجل هو على ان شاء الله باذن الله على مشارف احنا معاه نروح بطوله كاس العالم؟ لكنه ده الواقع. 2 من اعضاء مجلس الاداره منهم نجم من نجوم كره القدم البارزين سابقا لمصر شايف ان هيكتور كوبر ما بيغيرش من طريقته، وانه مع مصر احنا فقدنا جزء كبير جدا جدا من شخصيتنا ومن اسمنا، وانه في ازمه مصطنعه من وجهه نظره كده، انه في ازمه مصطنعه من وجهه نظر الاثنين اعضاء مجلس اداره الاتحاد، في ازمه مصطنعه ليها علاقه بفكره انه
فين مهاجمين مصر؟ ما الناس كلها قاعده تتكلم في الموضوع ده واحنا اتكلمنا. كهربا، انا فاكر كلام الكابتن زكريا، يا جماعه بصوا على كهربا بقاله قد ايه مش موجود مع المنتخب. امبارح كان مش هو ده كهربا. طب في كام راس حربه كانوا جاهزين في مصر كان بالامكان الدفع بيهم؟ هو ده النقطه اللي احنا بنتكلم فيها. في اكتر من لعيب كان من الممكن ان هم يبقوا موجودين. على كل في الخبر اللي انا بتكلم فيه حضراتكم ده، مهندس هاني ابو ريده رفض الحديث في الموضوع ده وقال انه لن تتم اقاله كوبر لان ده هيؤثر سلبا على المنتخب قبل المونديال بجانب وجود شرط جزائي في عقده. هيبقى في جلسه وهيبقى في كلام مع كوبر. انا ضد، اكلمكم بامانه، ده الخبر، رايي او التعقيب عليه، ضد الاطاحه بكوبر في الوقت ده، او ضد فكره المحاسبه بتقال عليها ايه، بالقطعه. انا عارف ان الكلام ده مش هيجي على هوا ناس كتير، يقول لك يا عم ده لازم بقى يمشي وهاتوا لنا حد، والناس من امبارح عماله بتسف وتتريق على موضوع الفته وبتاع. بندخل احنا الهزل كتير جدا الحقيقه في كلامنا الجد. الكلام الجد ان احنا ما لعبناش كوره. لا له بقى دعوه بالفته ولا اللحمه ولا الرز ولا الكلام الحمصاني اللي احنا عمالين نفتي فيه ده ونهري فيه ونتكلم فيه كما لو انه امر واقع، حاجه تعصب يعني. انما الامر الواقع اللي بيفرض نفسه علينا انه لازم يبقى في قعده مع الراجل. عدل شويه. احنا كنا متخيلين بعد بطوله الامم الافريقيه انه هيحصل تعديل على مستوى الهجومي. بعد بطوله الامم قلنا انه الراجل قد شيئا فشيئا يغير من فكره او استراتيجيته يعني. حتى انا فاكر لحد دلوقتي كلمه الكابتن حسن شحاته اللي قالها امبارح، اما الكابتن حسن بيقول هو لازم على فكره غير شويه من انه هيلعب منتخب تونس، فغير شويه من الطريقه او الاستراتيجيه بتاعته، ما لعبش بس على الهجمه المرتده، يبقى في بنيان للهجمه ونقل للكره بشكل هجومي. فقلت كابتن هو الراجل مش هيغير لانه قال انا لن اجرؤ على التغيير، ليس لدي الشجاعه للتغيير. فقال اذا ده حصل قدام تونس، كان الكلام قبل المباراه يمكن بدقائق بسيطه يعني، يبقى فتشني. واحنا امبارح الحقيقه لعبنا بطريقه فتشني، ما كانش في طريقه واضحه المعالم. حتى كمان الجاب اللي الناس كتير كانت واخده بالها منه، ناس كتير كانت قاعده بتتفرج في البيت وتتابع وتشوف وترصد وتحلل وتعمل وتتكلم، انه الناحيه الشمال اللي هي ناحيه اليمين عندنا مخترقه، ما حصلش اي نوع من انواع حتى كمان التحرك من الدكه عشان تبتدي تشتغل عليه. طب الكلام اللي احنا بنقوله ده واضح اهو صريح ان احنا عايزين الامور تتحسن وعايزين الراجل يقف على رجله. انما ده هيحتاج ان هو ياخد وقت. فكره الاقاله او الاطاحه بكوبر دلوقتي هيبقى توقيت صعب جدا. انا بتخيل انه توقيت صعب. حد ممكن يقول لك لا يا عم توقيت صعب ايه؟ في ناس كتير تشيل الليله، في ناس في مديرين فنيين كتير كفء ومن جوه مصر ومش من بره مصر. بس هيبقى في استعجال كتير جدا جدا الحقيقه. انا قلت اللي عندي، وفي ناس دايما بقى ليها اراء مختلفه، وهنستعرض كل الاراء وهنتكلم وهندردش وما عندناش اي مشكله.